سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه. حنوجد معكم حلوه بدون طهي معسله حتى للقلب، تجي تتعلق تقطع كميه كبيره، توالم هكا في عيد الاضحى، توالم للاعراس، مناسبات، حفلات عباك تاع بيام مهيبه، تليق هكا مع لاتاي. نقول لكم تبعوا الفيديو حتى للاخر. هنا عندي باكي تاع كاطو هاوليك اوشو، نتوما ديروا اي نوع يكون عندكم. انا خديت هدايا يدير 4000 برك، رايحه نرحيه رطب بالروب ونرحيه مليح ونحطوه في الجفنه ديالي. وعندي هنا كميه تاع الجوز حوالي 15000 هكاك، تاني حنزيد نرحيها. هنا حطيت كامل المكونات اللي نسحقهم. هذاك الباكي تاع الكاطو مرحي مليح. هنا عندي 3 كيسان تاع كاوكاو محمص، هذا الكاوكاو هذاك محمص ومرحي به بالقشور ديالو، ريحته متوسط. 10000 تاع جلجلان محمصه، 10000 تاع حلوه الترك، وهذيك الكميه تاع الجوز هذا ما رحيتوش رطب بزاف، رحيته متوسط باش كي تكونوا تاكلوا في الحبه تاع الكاطو تاعكم تحسوا هكا حبات تاع الجوز. وهنا نجي نحرك كلش هكا، يعني نخلط كلش بيدي ونزيد نفتت هذيك الحلوه الترك باسكو ما رحيتهاش، نجي هكا نفتتها. بعد ما خلطت كلش راح نلم هاد المكونات كامل بالعسل. انا درت العسل تاع الشريه، يعني عسيله تاع الشريه تحبوا تخدموها في الدار كيما حبيتوا. نبقى نزيد في العسل تدريجيا كيما راكم تشوفوا حتى نتحصل على خليط يكون ينطم في اليد، يعني تقدروا تشكلوا به دائره، ما تجروش بزاف يجي طري وما تخلوش ناشف. هاي ليك شوفوا هنا راني نسيي نوري لكم كلش. من بعد هكا بزوج يدين راني نخلط، يعني نستخدم زوج يدين نخلط. هاي ليك انا حسيته شويه ناشف، راح نزيد له شويه تاع العسل. حلوه تجي بزاف بنينه طريه معسله، تتعلق من الداخل، توالم هكا قريب الحفلات تاع الباك تاع البيام، تليقوا ما تحطوها في المهيبه مع لاتاي، وبيان سور في العيد او قريب العيد اللي تحب تجربها. هنا بعد ما كامل طميت هذاك الخليط حصلت على عجينه تكون طريه. هاي لك راح نجي نشكل دوائر. والحلوه تاع اليوم قلت لكم ما طيبش، يعني بدون طهي. بزاف نسا يقولوا لي ما عندناش الفور باش نطيبوا، راني جبت لكم حلوه بدون طهي. هاي ليك هنا دوكا واش راح ندير، راح نشكل كامل دوائر ومن بعد نجي نحط في الكيسات ديالي. كيسات دوغي، حاجه معسله نحطها في كيسات دوغي ولا ارجون كيما حبيتو. هاي ليك بالنسبه للكميه خرجت لي 40 حبه، الحجم تاعهم متوسط ماشي صغار بزاف وماشي كبار، يعني انا هكا دورت عيني ميزاني. هام ليك لي كيسات وراح نزينهم بهاد الفواكه مصبره. انا خديت سيريز الكارز، انا حنقسم كل حبه نقسمها على زوج ونجي نزين من الفوق. هنا شوفوا كيفاش راني نحطهم في لي كيسات ومن بعد نجي نزين بهذوك لي سيريز. هامليك حلوه تجي شابه سامبل هايله وبنينه. ان شاء الله تجربوها قبل العيد وتخلوا لي رايكم في التعليقات. مام هكا اللي يجوها مهيبه في العيد ولا تقدروا تحطوها لهم مع لاتاي، يعني تحطوا هذه الحلوه مع لاتاي. هذه هي. انا هنا كملت كامل الكميه ديالي، قلت لكم خرجت لي 40 حبه الله يبارك. ودوك نوريها لكم في صحن التقديم ان شاء الله تكون عجبتكم. وسورتو غير جربوها قبل العيد مع التخمه تاع اللحم وكامل مليح هكا حبه حلوه مع كاساتاي. هذا هو الشكل النهائي. ودوك نقسم معاكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات طريه وتتعلق من الداخل وحدها. ونكون لحقت لاخر الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير وبارطاج. سلام.